كاره السوشيال ميديا كره بس الله يعلم بيه. لكم شوية هذا عقلكم شغلوه، لكم شوية بس هيك طقة شوية مفتاح. هو المشكلة هذا اذا توقفه هسه بالشارع وتقول له ليش دا تحكي هيك؟ يقول لك عيب عندنا بنية تطلع بالشارع بهيج وقت. داك بابا هذا تخلف مو عيب، هذا انتم عندكم تخلف زين. راح اقول له افترض اختك طلعت بهيج وقت شو تقول عليها هاي؟ راح تقول لا. هاي هو ايش راح يقول؟ راح يقول لا انا اختي ما تطلع بهيج وقت. ما تطلع بهيج وقت، ليش ما تطلع بهيج وقت؟ افترض صار وياها شيء، افترض كلكم متوا وديتكم المستشفى ورجعت، صار كل شيء يصير، كل شيء وارد. يلك بعير، حيوان. لك باوع على نفسك، بدل ما تباع على العالم باوع على نفسك. والله العظيم انت ناجح هسه، انت محقق كل شيء تريده. اليمتى تظلون هيك؟ اليمتى؟ مو هاي برا. بس انا بتركيا دا اقول لكم برا، هاي احنا الدول العربيه وغيرها حتى الاتراك هيك دا ياخذون صوره ما حلوه على البلد. يا اخي ليش هيك؟ ليش قاعد انت بتحكي على هاي وتحكي على ذيك طبعا بتركيا صار لي انا في السنه العاشره. تركيا ناس اصدقائي عرب من دول مجاوره مرات يصفنوني يقولوا لي طه انتوا ليش عندكم هيك بالعراق؟ ودافع ولا ما عندنا هيك، هذول مجرد تعرف انت السوشيال ميديا تشوف بس شيء سيء وما ادري ايش واحاول اطلع منها. ليش؟ مو الدول الغربة ما شايفة الشعب من تحته بالضبط، ما رايحة للعراق، راح تشوف شنو؟ تشوف صورة غير حلوة بحق الشعب، بحق البلد نفسه. لما تشوف فقط على السوشيال ميديا هيك ترندات طالعة مثل هالترندات الخايسة، انا اسف على الكلام الغير لائق، وذا ب 12 طالع. لكم عجيب، انتو عجيب عجيب.